بيت الست فتحية بيت مهجور موجود على أطراف الصعيد. أهل القرية بيقولوا عنه قصص وحكايات غريبة، وكل واحد فيهم كان عنده قصة مختلفة، لكن الكل كان متفق على حاجة واحدة بس، هي إن البيت ده مسكون. مكان شايل ألغاز وأسرار مخفية جواه، أصوات خطوات غريبة، وظل ست بيظهر من براويز الصور القديمة فجأة. استعد علشان تدخل عالم فيه حكايات ماتت قبل ما تتولد، ورحلة مليانة بالغموض والرعب. ها، مستعد تبدأ الرحلة؟ في يوم من الأيام وصلت عيلة مراد لقرية من قرى الصعيد، عيلة مكونة من مراد ومراته رشا وأولادهم هند وآدم. لما وصلوا للمكان البيت كان شكله قديم جدا، كل الشبابيك متكسرة والدهان متقشر والأرض مليانة رماد، وجنب البيت في أشجار كتير ما فيهاش أي ورق. المنظر من بره لوحده يخلي أي حد يبعد عنه، لكن عيلة مراد قررت إنها تأجر البيت ده بعد سنة كاملة من التدوير على مكان كويس بعيد عن دوشة المدينة. وبعد ما نزلوا الشنط فتحوا باب البيت ودخلوا لصالة الدور الأرضي. البيت مبني بالطوب الأحمر ومكون من دورين. الدور اللي فوق واضح عليه الإهمال الشديد وإنه مركون بقاله زمن، أما الدور الأرضي هو اللي هيبقوا ساكنين فيه، شكله نضيف شوية وفيه رطوبة خفيفة بس كويس للسكن. رشا بدأت ترتب البيت وتكنسه، كانت شايفة إنه بيت قديم بس كويس وفي مكان هادي بعيد عن الدوشة، لكن من أول ساعة وهي حاسة إن في حاجة مش طبيعية. هند وأخوها دخلوا أوضة من الأوض اللي على اليمين، لقوا برواز كبير لست عجوزة عينيها سودا لابسة طرحة ووشها باين عليه الغضب الشديد. آدم قال: يا ماما، في واحدة بتضحك لي في الصورة دي وبتبصلي جامد. رشا ابتدت تركز على الصورة بس ما لقيتش أي ضحك فيها. قالت له: دي صورة قديمة يا حبيبي، مفيش حد بيضحك، ده خيالك. آدم سكت شوية بيحاول يستوعب الموقف، بس عيونه فضلت مركزة مع الصورة. في نص الليل الكل كان نايم، سمع مراد صوت خطوات بطيئة جاية من المطبخ. خرج علشان يشوفها لكن ما لقاش حد، بس لقى الكرسي المتحرك بيتحرك لوحده قدام وورا. في الوقت اللي مراد موجود فيه في المطبخ، رشا صحيت على صوت خربشة جاية من جنب الباب، كأن في حد بيجر حاجة على الحيطة. قامت بهدوء ووصلت عند الباب، في صوت حد واقف بره بيخبط بإيده بالراحة. فتحت الباب فجأة بس ما لقيتش أي حد، لكن الأرض قدام الباب كان عليها أثر تراب شكلها رجلين طفل صغير جاي من بره. رجع مراد للأوضة وقال لمراته: أنا شفت حاجة غريبة بس مش عايزة أقلقكم. أنا كمان صحيت على صوت غريب جاي من عند الباب بس ما لقيتش حاجة. وفجأة بيسمعوا صوت صريخ هند جاي من أوضة نومها وبتقول: ماما، في ست واقفة جنبي. جريوا ناحية الأوضة ودخلت رشا جوه، لقيت هند قاعدة على السرير وعيونها واسعة، ووراها ظل ست طويلة لابسة جلابية بيضة ووشها مش باين منه أي ملامح. رشا سحبت البطانية وقالت: ما تخافيش يا حبيبتي، ده مجرد خيال، أنا جنبك اهو. صحي آدم من النوم وبيقول: أنا كمان شفتها. مراد قام وشغل النور بسرعة،
ولما بص في أركان الأوضة ملقاش حد. قلبه ابتدى يدق جامد وضرب باب الأوضة بإيده وقال كفاية، ده خيال أطفال. في اليوم التاني آدم دخل على أمه وهو شايل عروسة قديمة شكلها كان متهالك وعينيها متخيطين بخيط تقيل. قال لها ماما، أنا لقيت العروسة دي فوق، كانت قاعدة على الكرسي لوحدها. مراد استغرب وقال بس احنا قافلين الدور اللي فوق وما طلعناش ليه لسه. انت فتحت الباب ازاي يا آدم؟ ما كانش مقفول، كان في ست واقفة قدامي وقالت لي خد العروسة دي يا آدم، خليها تلعب معاك. رشا ابتدت تحس بالرعب الشديد. لما سمعت كلام آدم طلبت منه انه يرمي العروسة دي ويسيبها خالص. في اللحظة دي قرر مراد يطلع للدور التاني ويشوف ايه الحكاية. طلع السلم الخشبي بحذر شديد، ولما وصل للأرضية فوق لقى الأوضة الكبيرة مقفولة بقفل رفيع وخفيف. كسر القفل بحاجة حديد جابها من الحوش وفتح الباب. الأوضة كانت مليانة تراب وكل حاجة متكسرة، وفي نص الحيطة صورة لست وشها ملوش أي ملامح واضحة، شايلة طفل لابس جلابية عادية جدا، وكان تحت الصورة مكتوب هذه هي الذكرى التي لا تنسى. قرب مراد من الصورة بحذر، بس حس ان العينين اللي في الصورة بتراقبه. رجع لورا بسرعة وحس بحاجة غريبة ناحية الصورة دي. قرر بعدها انه يقفل باب الأوضة وينزل لتحت بسرعة. بعد شوية جت واحدة من الجيران، ست كبيرة اسمها أم فتحي، خبطت على الباب. فتحت رشا وبتستقبلها أم فتحي وبتقول السلام عليكم، أنا جارتكم أم فتحي، ساكنة في البيت اللي جنبكم وحبيت أجي أرحب بيكم. وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا جدا، احنا لسه ناقلين جديد ولسه مفيش أي حد نعرفه هنا. لا، أهلا بيكو، بس خدي بالك من الولاد، الدور اللي فوق محدش طلع عليه من سنين طويلة، وبيقولوا يعني أما تحصل فيه شوية حاجات غريبة. بيسمع مراد كلام الست المريب وبيقول لها يعني ايه حاجات غريبة يا حاجة؟ احنا ناس مش بتصدق الخرافات ولا الكلام ده. يا ابني، بس مش كل حاجة بتتشاف بالعين. على العموم أنا مش عايزة أجلكم، لو احتجتوا أي حاجة أنا موجودة، يلا فتكم بعافية. سابتهم ومشيت، وساب كلامها أثر وحيرة غريبة جواهم. قفلت رشا الباب وبصت لمراد. أنا مش مرتاحة، الست دي كانت بتتكلم وكأنها عارفة حاجة يا مراد، انت شفت عينيها كأنها كانت خايفة. هدي أعصابك، الناس في القرى بيحبوا الحكايات دي، خلينا نروق المكان وننام وبعدين نبقى نشوف هنعمل ايه. في اليوم التاني مراد ورشا حسوا ان الأساس مكانه بيتغير، ولقوا أجزاء من صور العيلة القديمة محفورة في التراب. ورشا لقت كراسة صغيرة فيها رسمة لست طويلة ووشها متغطي كله بالشعر، مكتوب تحتها محدش رجعلي ولدي. قلب مراد اتجمد وقال دي رسالة واضحة مش هزار. بدأ يدور في الأدراج ولقى شنطة جلد قديمة، فتحها ولقى جواها دفتر يوميات مكتوب فيه بخط رفيع أنا فتحية، روحي مش هترتاح غير لما يرجع ابني محمود ليا. وكان مكتوب جنبها تاريخ 1965. في نفس اليوم مراد قرر يصور البيت فيديو ويبعته لأصحابه علشان يساعدوه ويدوروا على معلومات عنه. وهم بيصوروا ظهر في الفيديو ظل بعيد ورا رشا على الحيطة بسرعة، بس لما وقف الفيديو وصورها في الصورة ما كانش فيه حد غيرهم. رجع شوية لورا وهم متوترين وقرروا إن لازم يستعينوا بطرف تالت. بعد كام يوم مراد ورشا قرروا يستشيروا الشيخ عبد الرحمن،
شيخ القرية المشهور بقراءات القرآن الكريم والأذكار. لما دخل البيت وقف في صالة الممر، بص شوية على المكان وقال: البيت ده متعلق بروح الست فتحية، الست اللي ابنها محمود اختفى فجأة من سنين طويلة في يوم عيد، ومن وقتها روحها مش مرتاحة في البيت ده. قعد مراد ورشا والأولاد مع الشيخ عبد الرحمن في الصالة، وجاب صورة قديمة للست فتحية كانت موجودة في البيت. أخدها الشيخ عبد الرحمن وحطها قدامهم وقال: لازم تعلقوا آيات البقرة والإخلاص والناس على الأبواب والشبابيك، وتسيبوا القرآن شغال في البيت 7 ليالي متتالية من الغروب للشروق عشان تهدوا الروح. نفذوا كل كلمة بالظبط. من أول يوم لحد اليوم السابع الشموع نوروها، وصوت القرآن مالي المكان كله. ومع نهاية اليوم السابع الكوابيس قلت، والأولاد ناموا لأول مرة بدون صريخ أو عياط، والأصوات اختفت تقريبا، لكن الخوف كان مسيطر عليهم بشكل كبير جدا، وحسوا إنهم مجبرين يسيبوا البيت ده. جمعوا شنطهم ونقلوا البيت جنب النيل بعيد عن القرية. الأيام عدت وحياتهم رجعت تاني تمشي بشكل طبيعي، لحد ما بعد شهرين رجع الرعب من تاني. في يوم لقى مراد آدم بيقوله: في ست كبيرة بتبص علينا من ورا الشباك. وكمان في مرة رشا لقت وسط الشنط نفس الصورة القديمة من البيت مربوطة بشريط أحمر جوه صندوق، لكن الغريب السطر اللي تحت الصورة كان جديد ومكتوب فيه: ساعدوني أنا لسه هنا. هنا مراد حس إن البيت القديم مش هو سبب تغييرهم للمكان، دي الروح نفسها مش راضية تسيبهم. رجعوا بعدها للشيخ عبد الرحمن وحكوله اللي حصل. الشيخ قال لهم: الروح دي ما هياش روح شريرة، بس قلبها متعلق بولدها اللي ضاع، لازم تلاقوا قبر محمود وتنقلوا لحضن أمه. رجع مراد وشيخ القرية مرة تانية ودلوا على شخص اسمه عم مبروك، راجل من أكبر الناس وأعلمها في الفلكلور الشعبي. راحوا لعم مبروك وقعد معاهم تحت شجرة النخيل الوحيدة جوه المقابر، وقال لهم: يا ولدي، فتحية دي كانت ست طيبة، ولما ابنها محمود اتخطف في ليلة عيد راحت تدور عليه في كل حتة، من وقتها وهي مش شاغل بالها غيره. يوم ما ماتت من الحزن والتعب فضلت روحها بتلف في كل مكان في البيت. ساعدهم عم مبروك وحفروا جنب القبر اللي لحد دلوقتي ما كانش فيه حد مدفون. وهم بيحفروا لقوا عظمة صغيرة متحللة من بقايا طفل، نقلوها بكل حذر وهدوء جنب قبر فتحية، وقرأ الشيخ سورة ياسين وبعدها الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وفي اللحظة دي حسوا بنسبة هوا دافية، والمكان بقى كله صمت وهدوء تام. ومن ساعتها ما شافوش أي كوابيس، ولا حسوا بصوت بكا، ولا حتى ظهر لهم ظل أسود، والبيت رجع تاني هادي زي زمان، بس جواه سر اتكتم عليه للأبد. بس لحد هنا الحكاية ما خلصتش، لأن بعد مرور أسبوع جت عيلة جديدة أجرت البيت، ولما دخلوا الصالة لقوا على الحيطة نفس الصورة القديمة، وتحتها مكتوب عليها بخط باهت: أنا استنيت كتير بس هو لسه مرجعش. دلوقتي اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، تفتكروا فعلا الوضع رجع لطبيعته مرة تانية؟ هل فعلا اللي اتحط جنب فتحية ده هو محمود، ولا لسه في روح حد مستنية اللي يحررها؟